انتخابات رئاسية بعد الثورة جرت اليوم في أجواء هادئة، تنافس خلالها 27 مرشحا أبرزهم باجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي. عملية الفرز بدأت عقب إغلاق مكاتب الاقتراع وفي انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأرقام الرسمية يوم الأربعاء المقبل. انطلقت حمى الأرقام المؤقتة، أولها نسبة المشاركة التي أعلن أنها في حدود 54% من أصل 5,400,000 ناخب. أما المتصدر للنتائج فيؤكد معسكر نداء تونس أنه باجي قايد السبسي، فيما حملة الرئيس المنتهية ولايتها المنصف المرزوقي تؤكد أن الفارق بين المرشحين ضئيل، ما يعني أن فرص الذهاب إلى دور ثاني هي كبيرة. هشام الغرفاوي. بعد يوم انتخابي طويل في أول انتخابات رئاسية في تونس، الأكثرية المطلقة من الأصوات. فرحان، صدقني فرحان، على خاطر عندي معناها من الانتخابات تاع 81 توا نعاود معناها هذه انتخابات صحيحة 100%. أنا نحب الرئيس اللي باش ننتخبوه ينقذ البلاد ويحطها في سيتياسيون خير من السيتياسيون اللي كانت فيها. وعلى الرغم من أن نشرها ممنوع قانونا، إلا أن التلفزيون الرسمي التونسي نشر نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، وأظهر أن السبسي حصل على 47.5% من الأصوات، يليه رئيس المنتهية ولايته والمنصف المرزوقي ب 26.9%. نحن اليوم مرة أخرى نصنع تاريخنا بأيدينا، نختار رؤساءنا، نختار نظام حياتنا، وهذا شرف لتونس ولكل أبنائها وبناتها. علينا أن نحافظ على هذا الكسب. ويتعين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعلان نتائجها بحلول الأربعاء المقبل، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، أي 50% زائد 1، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل أقصاه الهلوك.